يا جدعان والله أنا لحد دلوقتي مش مصدق اللي حصل معايا ده، قدرت أطلّع رونالدينيو وكاكا وكافو ال3 بحظ يعتبر خرافي جدًا وأنا لحد دلوقتي مش مصدق، بس الأهم في الموضوع أو الغريب في الموضوع إن رونالدينيو نازل معانا بcreative playmaker يعني الإبداع في صناعة اللعب. السؤال هنا بقى يا صديقي، هل رونالدينيو الأسلوب ده يتوافق مع الstyle بتاعه اللي هو بقى ترقيص والكلام ده والّا لأ؟ أمّا كاكا نازل معانا بأسلوب الدومي ران الأسلوب الأقل تجربة عامةً في eFootball ما حدش بيلعب بالأسلوب ده غير ناس قليلة جدًا، فهل الكارت ده يا صديقي هيقدر يغيّر مفهومنا عن أسلوب الدومي ران مع كاكا بالذات والّا لأ؟ طبعًا الكارت التالت اللي معانا كافو، فكافو مش عليه كلام كتير لأن أي عامةً ظهير هجومي فبيكون بنفس الأساليب بنفس المهارات ونفس كل حاجة. النهارده يا صديقي في الفيديو اللي قدامك ده هنجرب ال3 ونشوف هل يستحقوا الضجة اللي اتقالت عليهم والّا لأ. فلو أنت يا صديقي أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، طبعًا لو حابب تخش معانا مسابقة تفتيح على الباك اللي قدامك دوّة هتلاقيني سايب لك كل التفاصيل في الكومنت المسابقة، وبس كده يا صديقي يالّا بينا نبدأ. طبعًا دي التشكيلة يا صديقي زي ما أنت شايف قدامك كده يعني بجد يعني رونالدينيو وكاكا وكافو خلّوا التشكيلة جامدة جدًا. معانا في الهجوم هازارد وبيبيتو، في خط النص معانا جوتي، يعني الأكونت كان فيه 3 لعيبة دول أصلًا زيادة عليهم رونالدينيو وكاكا وكافو. إحنا النهارده هنعمل تجربة بالأخص رونالدينيو نشوف بقى البيلد بتاعته لإني سمعت إن البيلد بتاعته ليها ستايل مختلف، في ناس كمان بتقول إن هو بيرقص لوحده وحاجات غريبة كده عن الكارت ده، فإحنا هنشوفه كمان نازل معانا بالcreative playmaker، يعني الأسلوب اللي أنت تشوفه من برّه كده تقول لأ ده مش هيتوافق مع رونالدينيو خالص بس جوّه الملعب نجربه. طبعًا يا صديقي نسيت أقول لك إن التشكيلة دي هتبقى لواحد منكم أيوه زي ما أنت سمعت كده، يعني التشكيلة دي مش بتاعتي أساسًا، التشكيلة دي بإذن الله واحد منكم يكسبها طبعًا أهم حاجة إن أنت تكون عامل اشتراك، وهتلاقي سايب لك في الكومنت مثبت المكان اللي أنت تقدر تفوز منه بالتشكيلة دي. طبعًا إحنا هنجرب اللعيبة دي مع إخواتنا يعني مش هنلعب division نجرب اللعيبة دي مع الناس اللي متابعاني. ورينا بقى الدولي تشكيلة براء ومعاه مين؟ اوعى ده معاه كاكا ورونالدينيو. يا اسطى بتعمل تجربة عليا والّا أنا أعمل تجربة عليك أنا مش فاهم. عسى فيلا وكريستيانو وجاله بن عطية وكومباني يعني جاله يعني كام لاعب جديد كده الصراحة جامدين. إيه ياما إيه ياما كريستيانو كريستيانو هدف الأول ماشي يا دون ماشي. لف كده حلوة دي رونالدينيو رونالدينيو بالوان على التو تاني خلاص خلاص جون صيد واصلا يعني فردت منه. حلو قوي روح انفراد خلاص انفراد. طنبا ساحر برازيلي برازيلي الجامد البليدز. هو انا اللي عليت الباور ولا هو اللي ضيعها عشان افهم بس. يعني يا اسطى انت اللي ضيعتها ولا انا اللي عليت الباور ولا ايه انا مش فاهم. ادي كده اسيست. روح دبل تاتش فوق. طب ما هو ضربة جزاء يا جدعان بجد في حاجة ضريبة بتحصل. ايه يعني يا عم. ده في النص يا اسطى. ده خد طرد. ده خد طرد يا اسطى. هو طرد ليه؟ تشافي كمان؟ رونالدينيو جوتشو يا ابن اللعيبه. روح روح مش هنباصي. كنا قادرين نروح انفراد بس عايزين نروح نجيب جون. اف جامد. واحده بليدز يا ابن اللعيبه مش عارف البليدز عنده مالها مش فاهم وادى سي ام اف هنا بس هنرفعه اي ام اف. فاحنا هنلعب بالخطه دي لان احنا عايزين نجرب رونالدينيو كوكا باكبر شكل ممكن ونشوف بقى اللعيبه دي عامله ازاي. لا اتسحب كده ليه اتسحب كده ليه سحبت كده ليه. روح يا اسطى روح روح يا رونالدينيو. حلوة قوي الفينش حرفيا من زاوية معدومة. في تقل يا جدعان في النت والله العظيم لو يعني لو لاحظين في الفيديو كده لو في تقل. حلوة قوي. عملت دبل تاتش عشان لما اجي اشوطها يشوطها بوش رجله. روح اللي هناك ده. حلوة 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 حلوة. روح بقى رونالدينيو. اللعيبة يا ابن اللعيبة هاتريك هاتريك في أول ماتش ليه. يا رجاله اول مباراه رونالدينيو جاب معانا هاتريك وصراحه تحركات في الملعب بالكريتيف بلاي ميكر هتفيدك جدا لو انت هتصنع لمهاجم بمعنى لو انت هتصنع لمهاجم فهيفيدك جدا ان التمركز بتاعه جامد جدا. طبعا اول مباراه انتهت تاني مباراه احنا مستنيين الشخص التاني اللي يخش من الجروب بتاعنا يلعب معانا برضه يا صديقي لو انت عايز تلعب معانا وتنزل في الفيديوهات اللي انا بنزلها دي كل عليك برضه تشوف الكومنت المثبت عشان تقدر تشارك. تاني واحد دخل معانا اللي هو احمد سامي 3-1 يلا بينا اصلا نشوف تشكيله احمد سامي ونشوف اللعيبه اللي معاه. والله تشكيلته رايقه جدا معاه فينيسيوس ادريانو وتحتيه توتي وتحتيه هازارد تفتكر كمان معاه كرويف اللي هو البلاير يعني نسخه جامده جدا وفي حاج ضيوف يعني انت يا حاج يا رب ما تنزل تلعب بس. رونالدينيو روح بقى اجري بقى هو مشكلته ان هو مش سريع. دلوقتي 88 فمش عارف ده ليه. اسيست اسيست ولا هيعمل اي حاجه يعني اغلط غلطه كده يا اسطى. غلطه ايه. نجيب جوتي في الزاويه دي ونجيب كوكا مثلا يتطرف في الحته دي وتبقى رايقه قوي برضه بالشكل ده لان شايف الشكل ده هجومي اكتر عن 4 3 اللعيبه روح روح. والله العظيم كنت عايز ارقص الحارس بس ما جاتش.
ايوه يا روديجر، ايوه يا اخويا، ايوه. ايوه ده انت مش موجود، الحمد لله ربنا ستر. ربنا ستر. وجاب جون برضه. طب ايه يا اسطى يعني مش فاهم لحد امتى يعني. إيه بصيها. والله يشوطها ولا يعمل ايه. الجون ده لو كان دخل فيا والله العظيم كنت همسحكم كلكم. اللي عايز اعرفه لحد الان ليه اللعبه تقيله مش عارف. اللعيبه ده جابها بدماغه، ما عندوش هيدنج اصلا بس جابها. هو ما كانش عارف يلف، مش عارف ازاي مع ان الدريبل عنده عالي، بس فنشه حلو. والله ولا مرتاح لروديجير ولا مرتاح لسيرجينيو. وادي الجون الاول جه فيا. الجون الاول ايه؟ الجون القاضيه. اجري بقى اجري بقى، مش قادر تجري، مش قادر تجري. مش قادر يجري. اللعيبه مر وراح. وايه؟ وايه اكسيشن بيرست. يعني ريمونتادا. منتدى ايه؟ تعادل في ثانيه جامده، ده عنده اكسيشن بيرست انا نسيت. يعني انا اصلا ناسي ان كوكا عنده اكسلريشن جامد قوي يا كوكا. يا نهار ابيض يا جدعان، عملت التعادل في ثانيه. كان قاتله طبعا يا صديقي. من بعد استخدامي للعيبه دي فاقدر اقول لك ان رونالدينيو احسن واحد في الباك بلا منازع. ده المتوقع ان نزل له كارت بيك طيب وبنسخه صغيره جدا يعني 22 سنه، فده جامد. اللي ظالم بس كاكا يا جدعان الاسلوب بتاعه الدومي رانر. الدومي رانر مش حاسه في الملعب قوي مع انه كان بيتمركز حلو وجايب اجوان معايا، بس انا مش حاسه برضه الاسلوب ده مش جاي معايا. رونالدينيو حاسس ان هو بتطويره خاصه هيبقى احسن في السرعه والبليدز، وعندك كافو هيفيدك جدا في التحولات الهجوميه، يعني في الهجوم احسن من الدفاع بكتير. بس الرجاله دي كانت تجربه اللعيبه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.